السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وحشتوني كتير كتير. انا جبت لكم بقى ايه الورق العنب. شايفين الورق العنب جميل ازاي؟ ده في نهاية الموسم والورق العنب جميل كده. بس الكيلو يا جماعة ب70 جنيه. بس ما شاء الله الورق العنب جميل جدا جدا بصراحة. وكانت الورقة ناعمة ما عملتها. طبعا احنا في عزومة وعملنا احلى ورق عنب. تعالوا نشوف. انا طبعا عملت ايه، مش ورق عنب بس انا عملت لكم الفيديو ده لورق العنب وايه والجلاش. اول حاجه بنعمل ايه، بنحط ميه مغليه وبنحط الملح، وطبعا بنسقط فيها. اول ما بتغلي بنحط على طول ورق العنب، واول ما لونه يفتحها بالطريقه دي اللون الاصفر بنخرجه في مصفى ونشطفه شطفه حلوه قوي. تمام، حلو قوي. وبعد كده بنعمل ايه؟ بعد كده طبعا بنعمل التسبيكه اللي هي ايه، عملنا البصله وحطينا الزيت ولغايه لما تصفر، وبنحط الطماطم. دي كده التسبيكه بتاعتنا. وفي الاخر بنقطع الخضره. كده التسبيكه بتاعتنا جاهزه ان احنا نقدر نحط الرز بقى وايه ونحشي. وكمان البانيه اهوت زي ما انتم شايفين، وانا بقول لكم وحشتوني كتير كتير. تعالوا بقى نشوف النهارده هنعمل ازاي مع بعض. اول حاجه بنحط الفرشه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، بصل طماطم فلفل. وبعد كده على الناحيه الخشنه بنبرم برمه حلوه قوي وناشفه. الورق العنب يا جماعه مهما تحطيها بتبقى ناشفه وجميله معاكي. ولو كبيره بقسمها 2 زي ما انتم شفتوا كده. شايفين؟ طب شامين؟ طب دوقوا. طيب انا عايزاكم تعملوا اي حاجه. طيب وانتوا قاعدين بتتفرجوا طيب معايا. وخلصت زي ما انتوا شايفين كده حله ورق عنب، كيلو ورق عنب. عملت ما شاء الله حلتين حلوين وكبار. طبعا هتشوفوهم في الاخر في مقطع ما صورتوش، معلش بقى اعذروني. انا طبعا جبت معاكم كل الحركات في الاول خالص اللي اهم حاجه عليها الايه، يعني الحاجه اللي احنا نعملها. طيب عندنا هنا البانيه. طبعا عملنا ايه، بشرنا بصلايه حلوه وطماطمايه وفلفل اسود، ورحنا حاطين البيض كله مع بعضه وشويه لبن. شايفين؟ يبقى كل ده كده مع بعضه. طب البقسماط، حطيت البقسماط والدقيق مع بعض وبقلبهم طبعا في ايه، في بوله تانية. نتبلها تتبيله حلوه قوي بالبقسماط زي ما انتم شايفين كده. حتى لو حتت تخينه بتتك عليها وبتدب عليها كده بتطرى معاكي وتبقى حلوه. شايفين؟ نخلص كل الكميه بقى اللي انت عملتيها دي. طبعا الحاجات دي كلها تجهيزات من ايه، بتكوني مجهزاها من قبلها عشان لو انت عندك عزومه. ده كده ما شاء الله الحلتين ما شاء الله، والفلفل ده كده محشي ورق العنب بتاعنا. هنا انا عملت ايه، عصقت اللحمه المفرومه بصلايه بشويه سمنه ونقلبهم لغايه لما تصفر، وبعد كده ننزل اللحمه ونحط التوابل بتاعتنا. تمام. دهنا الصينيه بالسمنه، وبعد كده بنجيب الايه ورق الجلاش، كل ورقتين بندهن مسحه ايه سمنه. وبعد كده في ايه لغايه لما يخلص نص الكميه نقوم حاطين على طول اللحمه المفرومه بتاعتنا. عندك موتزاريلا حطي، عندك جبنه شيدر حطي، ما عندكيش حاجه ما تحطيش، عندك فلفل الوان عشان يدي طعم ويدي شكل كتير حطي. انا كان هنا عندنا ايه الورق عندنا الموتزاريلا وحطينا معاها جبنه ايه، جبنه شيدر. وبعد كده حطيت الطبقات التانية وبنقطعها كالمعتاد زي ما بنعمل كده. قطعتها سمبوكسات. وبقول لكم ما تنسوش اللايك. هنا دي كوبايه لبن معاها بيضايه معاها ملح معاها فلفل اسود. طبعا بنقلبها حلوه قوي. وبعد كده نقوم حاطينها فين، على الصاج وندخلها الفرن. دي الكنافه بتاعتنا. عملنا ايه، بصوا انا يعني خدناها فحت وردم والله العظيم. مسكنا الكنافه حطينا الزبده الاول قطعناها حتت صغيره، وبعد كده ايه بخلي السمنه تشرب من الكنافه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بحط برده نص الكميه في الصينيه. والكريمه، طب تعالي نعرف الكريمه ازاي يا ياسمين. اول حاجه الكريمه بتحطي كوبايه ونص من اللبن، تمام، معاهم معلقتين ونص من النشا، وبتقلبيهم. بتاخدي معلقه سكر معاهم وبتقلبيهم على النار، وبعد كده بتطفي عليها. طبعا ما تخليهاش تبقى تقيله قوي، لان كل ما تبقى تقيله مش هتبقى حلوه في الكنافه. واهم خطوه ان انت اهم حاجه ان انت تدكي الكنافه حلوه قوي.
يعني تفضلي تبططيها جامد قوي بايدك. طبعا هنا ايه انا كنت حاطه كوبايه بس ايه لبن، طبعا الصينيه كبيره، عملت تاني نص كوبايه لبن تاني. هتشوفوني وانا بقى ايه اهيت عشان تبقى تكمل الصينيه في نفس الوقت، ما يبقاش فيها كريمه كتير، وفي نفس الوقت برضو تبقى طعمها حلو. واهم حاجه من تكات وتركات الكنافه يا جماعه، ما تخليهاش تخينه، كل ما تكون رقيقه كل ما تكون احلى واطعم. والعسل بتاعنا بيكون تقيل، يعني هتحطي، انا حطيت كيس السكر كله، يعني كل كوبايه هتحطي نص، يعني كوبايه سكر هتحطي معاها نص كوبايه ميه. هنا حطينا البانيه، وقلينا البانيه. طبعا انا كنت عاملين ممبار وكنا عاملين الاكله بتاعت الكوارع، هنزلها لكم في في فيديو تاني لو عجبك. ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا.